السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. عدنا إليكم من جديد في جولة رياضية مميزة لنستعرض أبرز المستجدات والأحداث التي شغلت الساحة الكروية مؤخرا. لوكمان يتفوق على حكيمي ويتوج بالكرة الذهبية الإفريقية في ليلة استثنائية مليئة بالإثارة. شهدت مدينة مراكش المغربية حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، حيث كان الجميع بانتظار الإعلان عن الفائز بالجائزة الأهم، الكرة الذهبية الإفريقية. هذا العام احتدمت المنافسة بين المغربي أشرف حكيمي والنيجيري أديمو لوكمان، إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم القارة. لوكمان يقتنص الكرة الذهبية بعد موسم استثنائي، توج أديمو لوكمان بالجائزة الكبرى ليضيف إنجازاً آخر إلى مسيرته الرائعة. النيجيري أثبت جدارته بفضل أدائه اللافت مع ناديه ومنتخب بلاده، مسجلاً أهدافاً حاسمة في لحظات فارقة. هذا الأداء، إضافة إلى قدرته على التألق في المباريات الكبرى، جعلته يتفوق على منافسيه ويحصد الجائزة عن جدارة. حكيمي نجم لا يخبو رغم عدم فوزه بالجائزة، إلا أن أشرف حكيمي حظي بإشادة واسعة على موسمه المميز مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب. حكيمي أظهر إمكانيات هائلة جعلته واحدا من أفضل المدافعين في العالم. مساهماته المتعددة على أرض الملعب، سواء في الدفاع أو الهجوم، أكدت قيمته الكبيرة. حضور ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لدعم حكيمي في الحفل كان دليلاً آخر على مكانة اللاعب الاستثنائية. في تصريحاته خلال الحفل، أبدى حكيمي روحاً رياضية عالية قائلاً: الفوز بالجائزة كان أحد أحلامي، لكن الأهم هو الاستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. احتفالية بنكهة مغربية الحفل الذي أقيم في مدينة مراكش خطف الأنظار بروعة التنظيم وأجوائه الاحتفالية التي عكست جمال الثقافة المغربية. تخلل الحفل عروض موسيقية إفريقية وأخرى مغربية، مما أضفى عليه طابعاً فريداً. الحضور أشادوا بالاستقبال الدافئ الذي يعكس كرم الضيافة المغربي. الطريق أمام حكيمي لا يزال طويلاً. خسارة الجائزة لم تثني حكيمي عن مواصلة مسيرته المميزة. اللاعب لا يزال في أوج عطائه، ومع أدائه المستمر وتصميمه على التطور، يبقى مرشحاً قوياً للظفر بالجائزة في الأعوام القادمة. ختاماً، استحق لوكمان التتويج، لكن نجم حكيمي لا يزال ساطعاً، يمثل فخراً للمغاربة ولكل عشاق كرة القدم حول العالم. القصة لم تنتهي، والمستقبل يحمل المزيد من الفرص والإثارة.